لما اقول لحد اتحمل مسؤوليه حياتك فانا ما بقولش لغز. اقبل جدا منك انك تقول لي طب ساعدني انا ضعيف، اقبل انك تسالني تفتكر هعرف. ما هو منطقي تتشكك في قدراتك، اقبل انك تحاول وتفشل، تتخض، تتضايق. لكن لو عايزني اديك حقنه تخليك هيرو وتعويذه وارشادات ووهم بقى قانون الجذب وعلوم الطاقه والبلا بلا، ما عنديش الكلام ده والله. ما عنديش. تحمل مسؤوليه حياتك. حضرتك مشيت على رجلك ازاي؟ انت مشيت على رجلك ازاي؟ بتمشي ازاي وانت اتولدت بتمشي؟ في التدريب والوقوف والوقوع صح؟ اتكلمت ازاي؟ كلمت. القرايه قريت ازاي؟ الكتابه كتبت ازاي؟ اي حاجه في الدنيا اتعلمتها ازاي لحد ما بقت جزء من شخصيتك؟ تدريب، الممارسه، الصبر 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 على شماتة الشمتين، الصبر على خذلان القريبين، الصبر على وجع التعلم، الصبر على شدة المحنة، الصبر على وجع الاختبار. هو ده تحمل مسؤولية. عايز تحملها ازاي؟ بكل اللي قلته لك ده. وملكش دعوة ببره، ملكش دعوة بالعالم اللي بره. هو السبب في اللي انت فيه، اوكي. لو سلمنا ان اللي انت فيه لاسباب مش بايدك، اتفقنا. وجعك تسبب فيه الناس الوحشين اللي بره دول، اوكي. العلاج مش هيجي من بره، انت اكتر حد بيتألم والحل من جواك. نقطة تانية في الباب ده، مالكش دعوة باللي ظلمك ووجعك وذلك وقهرك. يا ترى هو حاسس بوجعك ولا لا؟ ناس كتير من اللي عايشة في دور المظلومية عايشين طب تفتكر هو عرف، طب تفتكر هو تفتكر هو ندم، طب تفتكر عنه ما عرف ولا ندم ولا عنه مع كل ده. مش موضوع حضرتك، مش موضوع حضرتك ندم ولا لا، مش تارجت. ولا ينفع نخليه يندم ويعض صوابعه. نيفر. سامحه. مش هتقدر؟ انتقم منه. ايوه كده بقى يا عم كريم، ادينا الكلام اللي يبرد النار. طبعا اللي يبرد النار الانتقام. فعلا لا يوجد انتقام اعظم ولا اكبر ولا اهم من ان يشعر من ظلمك بانك لم تعد تذكره. خلي بالك، الكره تعلق. الكره هو شعور سلبي ولد من رحم شعور ايجابي تم احباطه. حبيته، تعشمت فيه، احبطك، خذلك، كرهته. الكره هنا بيدلل على حب لم يشبع وود لم يصان وشيء في القلب. في مرة احكي لكم موقف. في مرة شخص رفعته فوق قدره فغدر. اتصل بيا في يوم يستظرف وانا كان مزاجي رايق، فقال لي هو انت مش هتبطل تكرهني؟ قلت له انا اقسم بالله ما بكرهك. قال لي غريبة، يعني بتحبني؟ قلت له انا اقسم بالله ما بحبك. قال لي فالزورة دي؟ قلت له لا. هو انت فين؟ قال انا في اوضه مكتبي. قلت له ما تبص لي كده من الشباك، في حد معدي في الشارع؟ قال لي في راجل لابس قميص ابيض وماسك شنطه. قلت له انا اعرفه؟ قال لي لا. قلت له بحبه؟ قال لي لا. قلت له بكرهه؟ قال لي لا. لو انت قلت لي انه مات هزعل؟ قال لي الله يرحمه. قلت له لو بنته اتجوزت هفرح؟ قال لي الف مبروك. قلت له انت زيه، انت زيه. قسمنا الرغيف وحطينا الطبليه وتشاركنا ضحكه وآهة وسر، وطلعت مش على مقاسي. الناس درجات يا هذا، والقلب كمان درجات. حتى درجة الكره في قلبي بخلان عليك بيها. خليك بخيل في كل مشاعرك. ما تفكرش في ولاد الأبلسة، مش دورك تندمهم، ومش صح انك تستناهم يجوا خاشعين ويقولوا السماح. دورك ترميهم ورا ظهرك كأنهم لم يخلقوا. النقطة التانية، ضحية بينظر دايما للناقص، حاجة اللي ناقصة عنده. عشان كده نصيحتي لو لقيت فيك الصفة دي امتن واشكر واحمد، وابدأ بالامتنان واحمد ربنا على انك قررت تفوق من الوخم اللي انت فيه. احمد ربنا انه نورك، امتن لله انه اداك فرصة تانية وحياة جديدة تشوف فيها الحياة بوجهها الحقيقي. دار اختبار، امتحان، فيها سؤال سهل، فيها سؤال صعب، فيها لحظة فرح وفيها لحظة شدة. روح المستشفى وشوف اللي بيقولوا الحمد لله عشان تعرف ان شعور الامتنان مش مرتبط بانك تكون في النعمة اللي انت عايزها. كل اقدار ربنا نعمة، شدته نعمة لو وهبنا معاها الصبر، الوقعة نعمة لو رزقنا معاها الحكمة، زنقته نعمة لو قابلناها بالرضا. اذن فنحن بحاجة كي نتعلم الامتنان، ان نتدرب على الصبر، الحكمة، الرضا، وفي النهاية من سخط فله السخط ومن رضي
فله الرضا وانت وكيفك. النقطة الثالثة لو قلنا تحمل المسؤولية، ثانيا الامتنان والنظر إلى ما معك مش اللي ناقص. النقطة الثالثة هنا والآن. عزيزي اللي عايش في دور الضحية وعايز تتعالج، هنا والآن. بعد مشوار كبير من هيمنة مدرسة التحليل النفسي في علاج المشاكل، جت المدارس الحديثة في علم النفس عشان تحط فرويد بماضيه المريب ورا ظهرهم، ويقولوا إننا مش هننكر إن مشاكل الطفولة والصدمات المبكرة والتجارب الحياتية الأولى سابت خربشة على نفسية البني آدم، نفسية الواحد مننا. لكننا لما نيجي نعالج المشاكل اللي أنتجها الماضي، مش هنيمك بقى على شيزلونج وتقعد تحكي لي بالسنين. على فكرة فرويد كان ممكن يقعد مع الحالة سنين، 4 سنين و5 سنين، يعني فيش قول لي مشكلتك بس اللي كانت سببها الماضي. لكن المدارس الحديثة العقلة بتقول لك هنا والآن، يعني من النقطة اللي انت واقف فيها. مش هنرجع نحكي مع اعترافنا بأن الماضي ليه بعض الآثار، بس خلاص بقيت شحط ومسؤول هنا من النقطة اللي انت واقف فيها والآن، مش من امبارح ولا من بكرة، من دلوقتي. دكتور عماد رشاد عثمان، واحد من الأطباء المعنيين بنشر الصحة النفسية، كان بيقول إن الألم والوجع أوقات بنرفض نتخلى عنهم لأن هم بيكونوا الشاهد الوحيد عما تعرضنا له من ظلم. عشان كده بنتمسك بيه نظرا لكونه دليل جريمة ارتكبت ضدنا ولا يشعر بها أحد. وإن الألم لما بيخرج في شكوى، لا سيما لشخص ناضج سواء كان مختص أو شخصية موثوقة، بنحس إننا شهدنا إنسان في الحياة على الظلم اللي وقع علينا وما عانيناه في هذه الحياة، وقتها بنقدر نتخطاه. لكن مربط الفرس هنتكلم إزاي وليه ولأي هدف؟ هنطلب مساعدة عشان نتخطى ولا هننصب عزا نستقبل فيه المعزين والمعزين والمطبطبطية ونتلذذ بمصمصة الشفايف وقلبي معاك يا حبيبتي؟ نصايح سريعة أخرى عشان أنا طولت عليك وآسف، ما أصل حياتك والله تستحق. نصيحة سريعة: تأكد من أن الله لا يحمل إنسان فوق طاقته. إحنا ضعاف، بس في إله ما بيظلمش ولم يحملنا فوق طاقتنا حتى في أمور التقوى، واتقوا الله ما استطعتم. في حكمة في الابتلاء، ادعي ربنا إنه يكشف ليك هذه الحكمة عشان تقدر تتعايش معاه وما تعيش مظلوم. ثانيا ما تبالغش في تقدير أي حاجة حصلت. وجود شخص خاين أو غدار ده مش مصيبة، عندك فوق 6 مليار بني آدم على سطح الأرض، 1 2 10 منهم طلعوا 20 بطالين، ده مش دليل إن الكوكب بيتآمر ضدك، بل العكس. وارد إن حضرتك اللي بتجذبهم إليك. ما هو زي ما في شخص بيعيش في دور الضحية، في ناس تعبانين بتشم ريحة المكسورين وبيستغلوهم، فأنت جزء من الأزمة، انت جزء من أزمة ان الناس وحشة وان الأحداث الوحشة بتجيلك. ثالثا مهما كان سجلك فاشل، ما تتعاملش مع نفسك انك فاشل. النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام كان يحذر أن يقول: المرء من على نفسه لقد خبثت نفسي. تتهمش نفسك بانك وحش خالص، لكن عادي حطيت نفسك في مواقف وحشة، بص لنفسك على انك جزء من الحل مش جزء من المشكلة. الكاتب وأستاذ العلوم السلوكية الأمريكي الدكتور ستيف ماربولي ليه عبارة ذات دلالة، بيقول فيها إن عقلية الضحية هتخليك ترقص مع الشيطان ثم تشتكي أنك في الجحيم. أنت اللي بتجيبه لنفسك. رابعا حط وجعك في مكانه الصحيح. إيه مكانه الصحيح؟ ابتلاء، والابتلاء مشترك إنساني، كل ابن آدم مبتلى. حتى لو شفت ان ابتلاءك مفيش لا قبله ولا بعده، تأسى بمصائب الناس في الحياة. خنساء الشاعرة لما مات أخوها صخر قالت: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. خلي بالكم، هي شايفة إن محدش فقد مثل فقدها، ومع ذلك ففي التأسي عزاء، وإنك تشوف إن الناس كلها موجوعة وإن الحياة مش مستقصداك، ده جزء مهم. خامسا الابتلاء وقع، تقبله واعترف بيه، واعترف بمشاعرك الضعيفة في مواجهته وبعدين عالجه. سمعت مرة إن رجل عابد زاهد مات له ابن
كان بيحبه، فمشي يضحك في الجنازة، فبيقولوا له في خير، انت راحت منك ولا ايه؟ قال لك حتى لا أشمت الشيطان. وده غلط، لأن سيدك النبي بكى، أحكم منه بكى لما مات ابنه إبراهيم. لما أصحابه سألوه قال إنها رحمة. سيدنا علي بن أبي طالب دخلوا عليه في مرض ووجدوه يتوجع، قالوا له أتتوجع يا أبا الحسن؟ مستنكرين. فقال لهم إني لا أشجع على الله، ربنا ابتلاني بوجع، هعلي عليه وأقول له لا أنا جامد؟ خد فوق كده. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مصيبة موت النبي أنكر موت النبي. كل ده مقبول، الوجع والبكا وإنك تقفل عليك بيتك وإنك تتصدم وتنكر ما حدث للوهلة الأولى، ده مش دلالة على ضعف إيمانك ولا هشاشتك، بشرط تتقبله، تعترف بيه، ثم تعالجه وتتخطاه. أنا طول الحلقة برفض إنك تسجن نفسك في شعور المظلومية، بس مش من العقل أيضا إنكار ورفض الوجع بالجملة، احنا بني آدمين. سادس نقطة، راقب نفسك، اسمع صوتك الداخلي، وقبل ما تحكي حدوتة يا عيني على اللي حصل لي، وقفها، وقف نفسك، امنعها تحلل ضماير الناس، امنعها تنسج زي العنكبوت شبكة وتبلعك جواها. والآن مع المفاجأة الكبرى، الفقرة اللي كلنا منتظرينها، كيف نتعامل مع من يعيش في دور الضحية. احنا سلام ومبليين، نعمل ايه مع الناس اللي عايشه في دور الضحيه؟ انت عمال تقول لنا لو انت لو انت لو انت لو الناس بقى، قول لنا بقى. الحقيقه ان نصيحتي الاولى والاهم هي ان حضرتك مش جهه تشخيص اصلا، ومش من حقك تقول ان فلان نرجسي وعلان توكسيك وترتان عايش في دور الضحيه. وكل الاشارات اللي انا قلتها فوق دي هدفها تراقب نفسك، مش تراقب خلق الله. تعرف ليه؟ عشان كلنا فينا مساحات معقده يساء فهمها، واصدار احكام، ان احنا نصدر احكام على بعض، ده ظلم. طيب يعني شريك حياتي بيشتكي ودايما شايف ان الظروف وحشه ومشاكله من بره وما بيتحملش مسؤوليه، اتعامل معاه ازاي؟ اقول لك ممكن نشوف هنتعامل مع الشخصيه دي ازاي، بس من غير ما نشخص. هنقول ان الشكاء بيميل لامتصاص طاقتك، قومه برفض، ده رفض شكوته المستمره من كل شيء بدون سخريه او استهزاء او عصبيه. نقول له لا يا حبيبي الموضوع مش كده، لا ما احنا مش هنفضل نرميها على الاوضاع، لا ما ينفعش نقول كده، يعني ما تجاريهوش من الاخر، لان هدفه ان انت تخش معاه في مظلوميته، وتعلم تتعامل مع الابتزاز العاطفي لو موجود، لان كتير جدا من الشخصيات اللي احنا بنقابلها في الحياه بتبقى شاطره في الابتزاز العاطفي، وطبعا يقينا منهم اللي عايش في دور الضحيه. فتعلم ازاي تتعامل مع الابتزاز العاطفي ده، هنعمل له حلقه بالمناسبه لان ده موضوع كبير، لكن دي لان ليه آلية هو بيمارسها المبتز عاطفيا، وبالتالي المفروض نفهم هو بيعمل ايه. هذه الحلقه يا اصدقائي هدفها الصحه النفسيه، هدفها ان احنا نتعايش ونحن معافين من فكره توب الضحيه او العيش في دور الضحيه، وفهم ان اللي احنا فيه مش دايما جاي من بره، واننا معنيين بتغيير حياتنا. اتمنى ان حضراتكم يعني لو عجبتكم الحلقه تعملوا لي لايك. ولا لايك ليه؟ ما انا دايما كده عشان بقدم محتوى نافع، محدش بيهتم باللايك. دايما الناس صاحبه الرساله زي حالاتي مظلومين في الدنيا، بلد ظلماهم، ناس ظالمينهم، والظروف ضدهم. دايما المحتوى التافه واخد كل الاهتمام، واحنا اللي زي يعني بيقدموا حاجات مهمه بيدانوا في مالطا لوحدهم. طب نبقى وحشين طيب عشان نعجب، ولا نفضل كويسين وتعبانين؟ اعملوا لي لايك وما تعيشوش في دور الضحيه.